جمعنا اهم مراوح محموله على امازون عشان نقارن بينهم ونقول لكم احسن حاجه تهون حر الصيف. فمعانا مروحه بستاند، مروحه الرقبه والمروحه الذكيه، ومراوح تانية هتشوفوها في الحلقه. بدانا اول حاجه بالمروحه الستاند، سعرها 200 جنيه، خامتها بلاستيك مش قوي قوي بس برده مش وحش، حجمها صغير ممكن نقول اكبر شويه من حجم الموبايل. الميزه الاولى فيها انك ممكن تستخدمها بطريقتين، اول حاجه تمسكها في ايدك او تثبتها على القاعده اللي معاك، وده بيبقى اريح طبعا لو عايز تحطها على مكتب مثلا ولا حاجه. هتلاقي هنا الزرار ده تشتغل منه، برده بتتشحن بوصله يو اس بي، وبطاريتها تعتبر مش صغيره. المهم بدانا نجرب، بصراحه اتفاجئنا من قوه الهواء بتاعها خصوصا مع حجمها الصغير ده. وطبعا زي اغلب المراوح ممكن تتحكم في درجه الهواء من زرار التشغيل. هتلاقي عندك 3 مستويات للهواء. المروحه عمليه جدا بس تقريبا مش هتنفع غير على مكتب عشان صعب جدا تثبتها على سرير مثلا. ده غير طبعا ميزه مهمه قوي انك ممكن تاخدها معاك في المواصلات او في اي مكان بره. عشان كده المروحه دي دخلناها قائمه تمام. دخلنا بعد كده على مروحه 2 في 1، بتجيب لك هواء وبترش عليك ميه، سعرها 237 جنيه، قوتها 2.5 واط، والمفروض انها غير الهواء يعني اللي بتعمله كمروحه ممكن تملاها ميه بعدين تدوس على العمود ده فتطلع لك رذاذ كده خفيف يلطف الجو. في ميزه كمان مهمه، ممكن تتحكم في اتجاه الهواء من الجزء ده. بدانا نجربها، حطينا الميه وضغطنا على العمود، والنتيجه بصراحه كانت محبطه جدا. الميه اترشت بغزاره قوي زياده عن اللزوم. حتى برضو لو جينا نقيم هواء المروحه من غير موضوع الميه ده، فالهواء بتاعها ضعيف قوي قوي. عشان كده المروحه دي دخلناها قائمه اي كلام. دخلنا بعد كده على مروحه مكتب بس مختلفه شويه. اولا دي معدنيه كلها، ما فيهاش بلاستيك خالص. ثانيا تشبه شويه للمراوح العاديه اللي هي بتتعلق على الحيطه دي، تلف يمين وشمال. الحاجه الثالثه بقى بتشتغل بسلك كهرباء عادي خالص مش يو اس بي، وسعرها 280 جنيه، يعتبر حجمها معقول وبرده وزنها خفيف. في جزء كده من تحت مطاط بيخليها تثبت على المكتب. المهم جربناها وطلعت مروحه عاديه، ملهاش غير سرعه واحده مش سرعتين وثلاثه زي التانيين، بس الحقيقه ان السرعه الواحده دي قويه ومناسبه جدا جدا. في اوبشن برده كمان ممكن تتحكم في اتجاه الهواء، عيبها الوحيد بس انك مش هتعرف تاخدها معاك في اي مكان لانها مش بتتشحن ولازم تتوصل بالكهرباء. بس في المجمل هواها كويس قوي وتستاهل تدخل قائمه تمام. دخلنا بعد كده على مروحه الرقبه، ودي سعرها 300 جنيه، خامتها بلاستيك متين وفي نفس الوقت وزنها خفيف. ده طبعا كويس قوي عشان ما تضايقكش برده في الحر. المفروض انها بتتلبس على الرقبه، فيها مروحتين كده صغيرين شبه السماعات شويه. اما بالنسبه لمميزاتها فاول حاجه بتتفتح وتتقفل بسهوله جدا، غير برده انها مرنه قوي فتقدر تظبطها على مقاسك بالظبط. ممكن كمان تغير اتجاه الهواء حتى في كل جزء لوحده، مش لازم الاثنين مع بعض. وهتلاقي هنا فتحه اليو اس بي اللي بتتشحن منها. نبدا بقى نجرب اهم حاجه في الموضوع كله وهي قوه الهواء. شحناها حوالي ساعه كده، بدانا نجربها ولقينا هواها كويس قوي. فيها 3 سرعات برضو ممكن تتحكم فيهم من زرار التشغيل. مشكلتها الوحيده ان انت لو من الناس اللي هي بتتعب بسرعه من اي لطشه هواء، المروحه دي بتبقى قريبه قوي من وشك وممكن جدا تجيب لك برد والتهاب في الحلق وكل حاجه. بس في المجمل المروحه بصراحه قويه مناسبه جدا لحر اليومين دول، فهندخلها قائمه تمام. دخلنا بعد كده على المروحه دي وسعرها 450 جنيه، خامتها بلاستيك كويس، الجزء ده برده شفاف، في حركه كده هنقولها لكم بعد شويه. في اوبشن كمان لطيف قوي، الريش اللي في الوش دي ممكن تتحكم منها في اتجاه الهواء. بالنسبه للشحن برده اي وصله يو اس بي تمشي معاها. اما الاوبشن المختلف فعلا هو المكان ده اللي ممكن تملاه ميه بحيث يعمل لك بخار ميه كده ساقع يلطف الجو اكتر مع الهواء. المهم بدانا نجربها، تشتغل من الزرار التاتش ده، ومع كل ضغط على الزرار قوه الهواء بتزيد. ممكن كمان تديها ضغطتين كده ورا بعض تعمل لك شويه الوان وانوار في الحته الشفافه دي. بس بصراحه النور بتاعها ده ضعيف، شكله عادي قوي مش مبهر يعني. المهم هواها ده اهم حاجه في الموضوع، كويس جدا قوي. اما البخار البارد بقى ففعلا هيحسسك بالفرق. في المجمل المروحه كويسه وهتفرق معاك جدا، عشان كده دخلناها قائمه تمام. دخلنا بعد كده على اكتر مروحه مختلفه النهارده، كنا جربناها في حلقه قبل كده، سعرها 1000 جنيه، تعتبر غاليه طبعا على حجمها. خامتها بلاستيك معقول كويس كالعاده، تشحن بيو اس بي. شكلها من بره كده تبان مروحه عاديه خالص، يعني عندك زرار تشغيل ليه 3 مستويات هواء. بس الاختلاف الحقيقي انك اول ما هتفتحها هتلاقيها بتتمدد وتكبر، ممكن توصل معاك لحد متر. فيها اوبشن كمان ممكن تغير الاتجاه بتاعها بحيث تخليها تبص فوق تبص تحت زي ما انت عايز. في هنا كمان حاجه كده زي لوك تخليك تقفل على الوضع اللي انت عايزه. نيجي بقى لاهم حاجه وهو قوه الهواء. الدرجه الاولى مش وحشه خالص، بس الدرجه الثانيه والثالثه كويسين جدا جدا، لدرجه ان الهواء بتاعهم بيوصل لحد متر قدام. المروحه دي مختلفه جدا، فيها اوبشنز كتير ذكيه، ممكن تستخدمها على مكتب لو قصرتها، وبرده ممكن تحطها على الارض عادي زيها زي اي مروحه ستاند، وفي نفس الوقت عادي جدا انك تاخدها معاك بره. عشان كده المروحه دي دخلناها قائمه تمام. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا عايزين نجرب منتجات ايه تاني الحلقات الجايه.